السلام عليكم ورحمة الله أخوتي. فيديو واحد أخرى نوطر فيديو. هاد الخطرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هاد الخطرة راح نتكلم على إشاعات راهي تدور من ومن حول تعديل الدستور والإصلاحات. يعني هي ما هما يسموها إصلاحات. يعني خلونا نناقشوا جدلا على أنها إصلاحات. الإشاعات تقول بلي يعني المشكل الكبير في تعديل الدستور هو العهدة الرئاسية. هذا هو الجدل الكبير اللي راهو يدور حول تعديل الدستور. ما يخفى لكمش بلي الدستور تعدل على المقاس بفخامة طاب جنانو باش يزيد عهدة ثالثة. الآن راهم يقولوا باللي راح العهدة راح تولي 7 سنين مرتين. يعني الرئيس عنده حق عهدتين لمدة 7 سنين. هذا في حالة ما إذا قولوا جدلا، يعني دائما نمشيو في خط واش يقولوا هما الأكاذيب اللي يكذبوها علينا حنايا. يقول لك الانتخابات ويتو، معليش نمشيو في هذا الخط ونقولوا إذا الشعب انتخب رئيس راح يحكم 7 سنين، وإذا زاد انتخبوا المرة الثانية يزيد 7 سنين واحدة أخرى. حب يقول 14 سنة. وهذا أنا في رأيي لقيت فيه خدعة كبيرة، يعني خدعة للشعب الجزائري. لأن كلتا عهدات الحالية اللي تمثل في 5 سنوات راهي تساوي 15 سنة. يعني نهار دير نتايا 2 عهدات ب7 سنين راهي تولي 14 سنة. يعني نقصوا عام برك. هذا ما كان عام نقصوه، ما كان حتى حاجة جديدة. دونك هما يعني هذه وإلا صحت هذه الإشاعات راهي يطبقوا خدعة جديدة للشعب الجزائري، ويقولوا له بلي رانا غيرنا في الدستور، وهو عملي حسابية تلقاها كيف 14 سنة ولا 15 سنة، يعني عام فرق عام برك. إذن أنا بالنسبة لي هذا ماشي تغيير، هذا ما راهوش تغيير، ما راهوش إصلاح. دونك علي من يجوا يكذبوا يعني هاد الخدع اللي راهي المكر اللي راهم يستعملوه على الشعب الجزائري ما ولاش يفيد. يعني بركا خلاص الناس فاقت، الناس مرقت، الناس ولا تطالع ولا تقرا ولا تفرق. دونك ما يجوش يخدعونا ويقول لك رانا غيرنا وعدلنا في الدستور أنا عندي كيف خلوها 3 عهدات ب5 سنين كيما راهي وخلاص. علاش تكسروا لنا راسنا وتقولوا لنا بلي رانا عدلنا الدستور ورجعناها عهدتين ب7 سنين؟ أنا كمواطن جزائري عندي اقتراح دير 7 سنين وحدة.
رئيس 7 سنين يحكم فيها كفاية، فيها ألف بركة. ومن بعد يجي رئيس واحد آخر بأفكار جديدة، بحيوية جديدة، الآخر يزيد يحكم 7 سنين واحد أخرى وهي كفاية. والأخطر من هذا، يعني ولا هذه الإشاعات صدقت وراه رايحين زعما بار اكزومبل يصادقوا عليها ويوافقوا الآخر ويديروها، راه بوتفليقة دركا راهو رايح يكمل حتى 2000 يزيد عامين واحد اخرين حتى 2016، ومن بعد باش يديروا انتخابات رئاسية وفق لتعديل الدستور الجديد هذا اللي راح يعدلوه. دونك اون فا با سورتير دو لوبرج، وماناش رايحين نخرجوا من لامير. يعني حقيقة إن لم تستحي فافعل ما شئت. حقيقة سيدري إذا لم تستحي فافعل ما شئت. على كل حال الأمل الوحيد اللي بقى هو أمل الواحد برك، هو أملنا في الله عز وجل أن بقدرته يغير إن شاء الله حاجة، لأن الأوضاع في الجزائر راهي كارثية كاتاستروفيك. إذا بقينا على هذا الحال الدولة الجزائرية راح تتدمر. راح ندخلوا في فوضى ما بعدها فوضى. شوفوا برك الآن واش راهو صاري، يعني الحياة السياسية في الجزائر ميتة، الاقتصاد حدث ولا حرج، الحالة الاجتماعية راكو تشوفوا دايما إضرابات، دايما احتجاجات، دايما مصالح الناس معطلة يعني كما قالوا ناس، قال لك هذا النظام هذا ما يقدرش يسير قهوة، كيفاش يسير بلاد كما بلاد الجزائر؟ يعني شيء يبكي شيء مؤسف، والله شيء مؤسف. وزيد لي يغيدك الحال كما نقولوا احنا بالدارجة، زيد حاجة على دوك نهضر بالدارجة شوية، يعني حاجة اللي تغيدك. يعني دركا كاين ناس يجوا ويبداو يشيتوا ويدافعوا على كل حال، وما عندهم مصالح. حتى اللي ما عندوش مصلحة يعني راهو مغمض العينين، ما راهوش شغل، عقله مغلف، ما راهوش يشوف. هو مسكين عم باله الإصلاحات ولا الأخر غير في الباطيمات اللي تطلع ولا في الطريق اللي دركا يتعمر حفر. الله غير عيب يا جماعة، عيب. تروح تهدر مع واحد أجنبي، لو كان يسقسيك واحد أجنبي يقول لك واش عندكم، تقول له عندنا أوطوروت، يضحك عليك، يقول لك وينك عايش يا وش من بلاد جيت، وش من كوكب راك جيت. تقول له عندنا أوطوروت، درنا باطيمات، واش تقول له؟ سبحان الله وبحمده. الله يشوفوا الحجر، يشوفوا السيمان والقدرون، ونساو القيم والأخلاق. شوفوا المجتمع الجزائري كيفاش ولا. أنا دائما نقولها ونعاودها، ابني لي مليار أوطوروت، دير لي مليار تراموي، دير لي في كل ولاية دير مترو، دير، ولكن ليس على حساب أخلاق وقيم المجتمع الجزائري. الآن أصبح المجتمع فاسد،
اختطافات، حوايج اللي ما كانوش في المجتمع الجزائري، ولينا نسمعوا بأرقام رهيبة جدا يعني. وين أنا رايحين؟ وين أنا رايحين؟ المهم يعني هذه نقطة برك حبيت نطرق لها، باش يعني الناس ما تنخدعش، ما تقولش بلي راهم داروا لنا تعديل دستور وبدلوا العهدة بعهدتين يعني تاع اسمه. دونك آه، الناس لازم تكون على وعي شوية، ماشي غير يطبعوا برك. هذا واش حبيت نقول اخوتي وربي يجيب بالخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.